زازي بعد المباراة ونرجع لك نشوف. مسوي كويس، حسينا المسؤولية والخطر اللي احنا فيه صراحة. كنا رجال عند حسن ظن الجميع، وإن شاء الله جاي أحسن إن شاء الله. يقول لك عودة حميدة كابتن، غبت كثير. كان نجم المباراة. ايه صحيح، اليوم الحمد لله الحمد لله إن شاء الله دوم إن شاء الله. كان منضبط تكتيكيا ومستوى كان ممتاز، وكان منضبط وكان بيوجه، وكان بدور كبير في الملعب اليوم. زين استاذ طارق، ليش الاهلي يعني يطلع في مستويات، يعني شفناه امام الهلال تطلعون في مستوى كبير، تجي التعاون تنزلون، يعني ما في مستوى ثابت كابتن؟ أي شوف السنة هذه خلي احنا نعدل اللي احنا فيه أول شيء إن شاء الله، ونصحح أخطاء إن شاء الله آخر الموسم القادم إن شاء الله، ونوعد الجمهور بإذن الله دائما إن شاء الله يكونوا معانا المباراة الجاية إن شاء الله، وكأس الملك بإذن الله ما يطلع من جدة إن شاء الله. دائما الجماهير الاهلي يقولون اذا احنا ما نخاف الا من لعيبه الاهلي، فعلا الاهلي يمتلك اسماء لكن احيانا يغيب المستوى. لعيبه الاهلي هذا الموسم بداوا كله بضغوط، تحت ضغوط، مباريات كلها تحت ضغوط جماهيري وتحت ضغوط اعلام. ليش الضغط صح؟ ضغوط لانه الحقيقه بدايتنا كانت ما هي جيده، كانت هناك بعض الخسائر اللي وراء بعضها ادت الى فقد بعض الثقه في اللعيبه، ولكن يعني الان نحن نحاول انه نردهم الى الثقه بالنفس، ان يكونوا في الملعب. الحقيقه عملوا ماتشات كويس خلال المره الماضيه، ولكن كان هناك هبوط عام في الفريق في مباراه التعاون. انا ما اعتقد انها كانت هبوط جماعي، بسبب يمكن هم تصوروا انه بعدوا عن الخطر او بعدوا عن الضغط الجماهيري، فادت التراخي ادى الى انها كانت مباراه سيئه. اليوم خشينا ونحن تحت الخطر ونحن تحت الضغط، فادوا الحقيقه مباراه جيده، انضباط تكتيكي داخل الملعب، في اخطاء، كل مباراه في اخطاء، ولكن الالتزام داخل الملعب وداخل التكتيك في الملعب يقلل هذه الاخطاء. ألف مبروك. كل أمانة طارق ما قصر معانا، والأمير فهد والجمهور والإدارة، وإن شاء الله نوعدهم زي ما قلت لك إن شاء الله نستمر الفوز إن شاء الله. شكرا. كان هذه آراء لاعبي الأهلي. طبعا أنا تابعت الأيام الماضية بعض ردود فعل جمهور الأهلي، وأنا يعني أقدر وأثمن حبكم لناديكم وتقديركم له، بس ودي أقول كلمة، بما أني أنا لست من أهل البيت، يعني لست أهلاويا حتى يفسر كلامي بمعاني مختلفة. في انتقادات ظهرت في بعض المواقع التواصل الاجتماعي وتوجهت نحو الأمير خالد بن عبد الله رئيس أعضاء شرف النادي الأهلي. إذا تثقون فيني يا أهلاويين، والله لو خالد بن عبد الله يرفع يده عن النادي، نناديكم الأهلي ذا يلحق الربيع، وهذه حقيقة لازم تعرفونها. لم يعد في الأندية من ينفق، ما عاد في الأندية من يصرف. نادي الاتحاد على فكرة، يعني لو 4 رجاجيل اتفقوا مع بعض أو 5 اتصلوا بالتليفون على بعض وقرروا أن يرفعون يدهم على الأندية، في 5 أندية سعودية راح تطيح. الاتحاد يصرف عليه شخص واحد، الهلال يصرف عليه شخص واحد، وإن كان في بعض أعضاء الشرف يدفعون، بس ترى كلها مبالغ بسيطة. الكلام الكبير كله يدفع شخص واحد اللي هو رئيس النادي. النصر الأمير فيصل بن تركي، غيره ما في أحد. يعني أوكي، في بعض أعضاء الشرف كانوا يدفعون في فترة.